اليومين دول لما بتقعد تتفرج على الأخبار تلاقيهم بيقولك قوة نووية، صاروخ عابر للقارات، تحالفات عسكرية، وكل التصريحات يقولك احنا هنغير وجه الشرق الأوسط. القرآن فيه قصة حصلت شبه دي كده بالظبط. جيش قوي جدا رايح عشان يهدم الكعبة، والعرب ما عندهمش أي طاقة ولا قدرة إن هم يتعاملوا مع الجيش ده. لو هنحسبها بالحسابات المنطقية، جيش كبير مفروض هم اللي ينتصروا، لكن مش ده اللي حصل. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يجي عليهم جيش أسراب متتابعة من الطيور، كل طير شايل حصو صغير جدا من نار جهنم. مجرد ما بيترمي على الواحد من دول بيقلبه كعصف مأكول. المفسرين بيقولوا العصف المأكول ده الزرع بعد ما بينشف ويتفتت كده. فالقوة والنصر عمره ما كان بالعدد ولا بالسلاح. شوف جيش قد ايه، ومعاهم سلاح في عصرهم او في زمانهم كان يعتبر متطور جدا، ولكن نهايتهم يجعلها ربنا على ايد طيور ضعيفة تسحقهم. فالقوة لا هي بالسلاح ولا هي بالعدد. لازم نبقى متيقنين ان ربنا دايما بيدافع عن المؤمنين وعن الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنفرح ونقول الحمد لله إن إحنا مؤمنين، ونبقى أقوياء من جوه وما نخافش ولا نتهز. فيقولوا مهما يقولوا، يقولوا هنعمل تحالفات، هنغير وجه الشرق الأوسط، هنهدم المسجد الأقصى ونبني الهيكل. خليهم هم في أحلامهم وطموحاتهم، وإحنا على يقيننا وعلى القرآن، وندعي ربنا يثبتنا على الطريق، ولا نخاف ولا نتهز من أي حد. فلو الأخبار بتخوفك، خلي دايما عندك التلات حقايق دول. النصر ما هوش بالقوة ولا بالعدد، ربنا قادر إن هو يغير الموازين، ربنا بيدافع عن المؤمنين وعن الدين.